اسكندريه ليه؟ نجربه. احنا النهارده موجودين في قطار التالجو، احدث قطار اسباني انضم لسكك حديد مصر. القطر اللي بيقدم رفاهيات ما كانتش موجوده قبل كده في القطارات هنا في مصر. القطر اللي بدايه تشغيله النهارده، واحنا حاليا في اول رحله للقطر في مصر. قبل ما نبدا، لو محتاجين تعرفوا اي اخبار عن السيارات هتلاقوها على موقع سيارات مصر eg-car.com، واي اخبار عامه هتلاقوها على موقع مصر 24 eg24.com، واي كتب هتحتاجوا تحملوها الفتره اللي جايه ان شاء الله قريب جدا هتكون موجوده على المكتبه الالكترونيه bookpedia.com. مبروك عليك. رايح اسكندريه ليه؟ نجربه. رايح تجرب بس مالكش مصلحه في اسكندريه. لا جرب النهارده. طب يلا بالسلامه ان شاء الله، باذن الله تتبسط وتيجي بعد كده. طول ما انت رايح اسكندريه مش هتعمل اي حاجه ثانيه ان شاء الله باذن الله. القطر بيقدم مستوى رفاهيات عالي جدا. النهارده بنتكلم عن مقاعد مريحه جدا، بتقدر ان انت تتحكم في ارتفاعها زي ما حضراتكم شايفين. الكرسي بتقدر تتحكم فيه، سواء انك تخليه مرتفع كده او انك تنزل